بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناة أخبار العالم. اليوم إن شاء الله لدينا نشرة إخبارية مهمة تتعلق بالشأن السياسي في عرض لآخر التطورات وأبرز التطورات الميدانية والعسكرية والإنسانية الواقعة في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة لليوم 24 بعد المئة. ابقوا معنا. إليكم عناوين نشرة الأخبار. لدينا الخبر الأول: تسريبات لرد حماس على اتفاق الهدنة المطروح. ولدينا الخبر الثاني لهذا اليوم: وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل. وفي خبرنا الثالث لهذا اليوم: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في معارك غزة. ونختم النشرة الإخبارية بالخبر الرابع والأخير: الخارجية السعودية لا علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى. من العناوين إلى التفاصيل. لدينا الخبر الأول: تسريبات لرد حماس على اتفاق الهدنة المطروح. نشرت وكالة رويترز تفاصيل حول رد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة على الخطة التي قدمها الوسطاء القطريون المصريون والأمريكيون، والتي من شأنها إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة ووقف العمليات العسكرية المستمرة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقد اقترحت حماس خطة لوقف إطلاق النار من 3 مراحل تقوم بموجبها الحركة الفلسطينية، أي حركة حماس، بتبادل الرهائن الإسرائيليين الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر بسجناء فلسطينيين. وأفادت المسودة بحسب رويترز بأن رد حماس على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار يقترح مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل السجناء الفلسطينيين والإفراج عن بعض الرهائن الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات الإنسانية. وتسمح المرحلة الأولى التي تقترحها حماس بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء في غزة وخروج القوات البرية العسكرية الإسرائيلية من المناطق السكنية. كما تطالب حركة حماس بتأمين إعادة إعمار غزة وضمان انسحاب كامل وشامل للقوات العسكرية الإسرائيلية وتبادل الجثث والرفات، وفقا لمسودة من وثيقة اطلعت عليها رويترز. وتقترح حماس أيضا إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام. وبحسب المسودة فإن حماس تقترح مرحلة ثانية يتم فيها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات العسكرية الإسرائيلية من غزة. أما المرحلة الثالثة المقترحة فمدتها 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث. ننتقل إلى الخبر الثاني لهذا اليوم. لدينا وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الثلاثاء إلى إسرائيل في إطار جولة شرق أوسطية يجريها سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في الحرب التي تدخل الأربعاء شهرها الخامس. وكان بلينكين قد زار الثلاثاء السعودية ومصر ثم توجه إلى قطر ومن بعدها إلى إسرائيل التي وصل إليها ليلة، وفقا لصحيفة في فرانس بريس. وزار بلينكين قطر بعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة وولي العهد السعودي في الرياض. وناقش بلينكين مع السيسي بحسب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وفي السعودية ذكر ميلر أن الوزير شدد على أهمية تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة ومنع المزيد من انتشار الصراع.
وفي إسرائيل سيناقش الوزير الأمريكي رد حماس على اتفاق إطار ترعاه الولايات المتحدة يقضي بإطلاق سراح رهائن مقابل وقف لإطلاق نار في غزة. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني: تلقينا رد حماس على الإطار المطروح للاتفاق وبصدد دراسته وقد سلم للجانب الإسرائيلي. قال المتحدث من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري الثلاثاء إن 31 من الرهائن المتبقين في غزة لقوا حتفهم، وقد تم إبلاغ 31 عائلة بأن ذويهم المحتجزين لدى حركة حماس فارقوا الحياة. وتقول إسرائيل بأن 136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة الفلسطيني. شكرا لحضراتكم لحسن استماعكم لنشرة أخبارنا لهذا اليوم، ونحن مستمرون في سرد النشرة الإخبارية. لدينا الخبر الثالث: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بإصابته في معارك غزة. أبرز التطورات: أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن وفاة جندي من قوات الاحتياط متأثرا بإصابته في معارك شمال قطاع غزة في 17 من كانون في ديسمبر الماضي. وأشير إلى أن رتبته رقيب أول احتياط، ويدعى حنان دروري عمره 26 عاما من القدس، وكان يخدم في الصفوف الأمامية في لواء المظليين الاحتياطي 551. وقال مجلس مستوطنة بنيامين إنه توفي متأثرا بعدوى فطرية حادة لاحقة أصيب بها بعد إصابته في غزة، وبذلك يرتفع عدد الخسائر داخل صفوف الجنود الإسرائيليين المسموح بالنشر إلى 227 قتيلا منذ بدء العملية البرية العسكرية في غزة قبل نحو 4 أشهر. ومن جهة أخرى، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 27,700 فلسطيني ضحية في القطاع منذ بدء الحرب. وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن أن عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة وصل إلى 27,708 ضحية على الأقل تم قتلهم في القطاع خلال الحرب بين المسلحين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال البيان للوزارة التابعة لحركة حماس إن أحدث الحصيلة تشمل 123 ضحية خلال 24 ساعة الماضية، في حين أصيب إجمالي المصابين هم 67,147 شخصا في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وننتقل إلى الخبر الرابع والأخير في النشرة الإخبارية لهذا اليوم: الخارجية السعودية لا علاقات مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أكدت وزارة الخارجية السعودية على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. وأوضحت الخارجية السعودية في بيان لها فجر الأربعاء أن الرياض أبلغت الولايات المتحدة بموقفها الثابت بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمة القدس الشرقية، بالإضافة إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. ودعت الخارجية السعودية في بيان أنها كافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي خاصة دائمة العضوية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. كل الشكر لحضراتكم لحسن استماعكم لنشرة أخبارنا لهذا اليوم. إذا أعجبكم هذا الفيديو الإعجاب، التعليق، المشاركة والمتابعة حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله من فيديوهاتنا القادمة. وشاركونا بآرائكم واقتراحاتكم في مربع التعليقات
حول أفكار القناة، محتوى القناة، ومواضيع التي يتم طرحها في القناة. وما هي أبرز مقترحاتكم؟ شكرا لكم ودمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودمتم سالمين.